انسي الهريسة وانسي البسبوسة. اعملي شهد الملكة، حقيقي حلوى شرقية فظيعة جدا. هي قريبة الهريسة والبسبوسة، بنت خالتهم بنت عمتهم، لكن طعمها حلو جدا، وهي فعلا اسم على مسمى، تستاهل اسم شهد الملكة. خطواتها بسيطة، لو البسبوسة بتصعب عليكي وما بتظبطش معاكي جربيها، ان شاء الله هتعجبك، وان شاء الله هتعتمديها وهتعمليها كتير. ولو انت عندك اطفال الوصفة دي حلوة مغذية، بتستخدم كمية لبن كبيرة، هتبقى حلوة بالنسبة لهم. حتى كمية السكر اللي انا حطاها في الوصفة مش كتير، يعني لما تدوقيها كده تحس انها اخف كتير من البسبوسة، وكمان حتى سكرها اخف كتير من الهريسة والبسبوسة. تابعي الفيديو عشان تعرفي انا عملتها ازاي. لو الفيديو عجبكم شيروه عشان الكل يستفيد. اليومين دول في عزايم رمضان، كل سنة وانتم طيبين. يا رب دايما بيوتكم عمرانة بالخير و... و... ومتجمعين دايما مع احبابكم. الوصفة دي حلوة جدا لو قدمتيها كده مع شوية قطايف، حتة كنافة، هتسد في العزايم والكل هيسألك على طريقتها، وطبعا هتقولي له منين، من مطبخ توتي. لو عجبكم الفيديو شيروه عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. الوصفة سهلة وبسيطة. وكمان لو عجبتكم الوصفة وجربتوها اكتبولي في التعليقات. لو انت جديدة على قناتي مطبخ توتي اشتركي فيها وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل اشعار جديد بكل وصفة جديدة انا بعملها في مطبخ توتي. يلا اول حاجة هنعملها في وصفة النهاردة هي الشربات. وشربتها زي اي حلويات شرقية، شربات تقيل. انا استخدمت كوباية او مج الشاي العادي من السكر، وهضيف 3/4 كوباية من المية، يبقى كوباية السكر على 3/4 كوباية من المية. هرفعهم على النار حوالي 5 دقايق بعد الغليان. وطبعا ما ننساش عصرة الليمون، مهمة جدا عشان الشربات ما يسكرش معاكي. بعد ال5 دقايق طفي عليه وسيبيه يبرد عشان احنا هنستخدمه بارد مش هنستخدمه سخن. الخطوة التانية، انا عندي كيلو من اللبن. استخدمي لبن كده يكون طعمه حلو علشان الوصفة تبقى طعمها حلو كمان معاكي. هضيف عليه كوباية الا ربع من جوز الهند، جوز الهند الناعم مش الخشن. لو عندك جوز هند خشن اطحنيه في الكبة عشان ينعم شوية. عندي نص كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي، مش سكر بودر. وضفت كده رشة من الملح علشان تعادل الطعم، وكمان رشة من الفانيليا، ودي اختياري لو مش عايزاها. هو جوز الهند هتنكه شهد الملكة اللي احنا هنعملها. وعندي كمان نص كوباية من الزبدة السايحة. انا دي زبدة فلاحي انا بسيحها في البيت، انتي استخدمي اي نوع زبدة متوفر عندك. بس كل ما تستخدمي في الحلويات الشرقية زبدة طعمها حلو بتاخدي نتيجة احلى للحلويات اللي انتي بتعمليها. هديهم بقى كده تقليبة، ادوب السكر واوزع جوز الهند على اللبن. هدوب السكر شوية وبعد كده هرفع الخليط ده كله على النار. الحاجات دي كلها باردة، مش يعني اللبن ما كانش سخن، اللبن كان بدرجة حرارة الغرفة. خلاص انا قلبتهم، هرفعهم بقى على درجة حرارة عالية لحد ما يوصلوا للغليان. اعملي لايك للفيديو لو نسيتي تعملي لايك. هخلي النار عالية لحد ما الخليط بتاعي يبتدي يغلي ويعلى زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اهدي النار وهكمل بقية الخطوات. انا عندي كوباية من دقيق السميد، دقيق السميد ناعم مش خشن. هبتدي اضيفها على اللبن بعد الغليان. هضيف السميد مرة واحدة وهبتدي بعد كده اقلب بقى تقليب مستمر. وفي الخطوة دي هدي النار عشان الخليط ما يكلكعش معاكي، وتقليب مستمر كده وانا بفضل ان يكون بالمضرب مش بالمعلقة. المضرب هيخلط احسن ومش هيخلي الخليط فيه تكتلات. هتلاقي في خلال 5 دقايق كده تلاقي الخليط معاكي ابتدى يتقل زي ما انتوا هتشوفوه في الخطوة الجاية. عملت من البلح الناشف في القناة عندي تمر. لو انت عندك بلح ناشف اعمليه تمر بالطريقة دي، سهل جدا جدا والنتيجة بتاعته حلوة قوي. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. شايفين الخليط ابتدى يتقل ازاي وابتدى يتماسك. هو انا كده وصلت الدرجة المظبوطة اللي انا عايزاها. ههدي بقى النار، هطفي بقى النار، وهو سخن كده هبتدي اصبه في الصينية بتاعة الخبز. انا هستخدم صينية ألمونيوم، وانا بفضل الصواني الألمونيوم في الخبز بصراحة. هي افضل نوع صواني بيدي نتيجة حلوة لأي مخبوزات او اي حلويات.
الخليط بتاعي جاهز خلاص، وعندي الصينية انا دهنتها مادة دهنية وبطنتها بسميد مش بدقيق. والخطوة دي اختياري، ممكن تحطي كمية من الزبدة كده توزعيها في الصينية وبعد كده تحطي عليها الخليط. الخليط سخن زي ما انتوا شايفين، هبتدي بعد كده اوزعه بالاسباتيولا على الصينية. وزعي بقى بطريقة مظبوطة كده تخلي الصينية كلها سوا واحد، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية، عشان لما تيجي تحطي الشربات ما يبقاش في حتة ناشفة وحتة شاربة شربات، لان الحتة الواطية طبعا هتاخد شربات اكتر. فعشان الشربات يتوزع صح ساوي السطح تماما. هنا بقى عندي ودي اختياري معلقتين كبار من الفول السوداني، هوزعهم على وش شهد الملكة زي ما انتوا شايفين. وممكن تستبدليها بأي نوع مكسرات موجود عندك، سواء كان بندق او لوز او جوز، يعني المتوفر عندك. انا استخدمت سوداني عشان دي اكتر حاجة وهتبقى متوفرة في كل البيوت، عشان تبقى الوصفة سهلة عليكي وتقدري تعمليها. وحقيقي يعني بعد ما شهد الملكة استوت، لما تدوقيها كده طعم السوداني مع جوز الهند مع اللبن حاجة فظيعة فظيعة، لازم تجربوها. كده الحلوى بتاعتي جهزت خلاص، انا هسيبها بقى تبرد تماما، ما تدخلش الفرن وهي سخنة خالص، لازم تبرد زي ما انتوا شايفين كده، وتمسكت كمان زي ما انتوا شايفين. هبتدي بعد كده ادخلها على فرن درجة حرارة 180 على الرف الاوسط لحد ما القاع يحمر، هتلاقي حراف الصينية كده احمرت. بعد كده هشغل الشواية اديها لون ذهبي، ما تغمقيهاش، خلي لونها ذهبي فاتح كده، هتبقى حلوة قوي معاكي. وده كده شكلها بعد الخبز، هي سخنة. الشربات عندي زي ما انتوا شايفين برد، هبتدي اوزعه على الصينية بتاعتي. هفكركم تاني ان السكر او الشربات عملنا كوباية واحدة من السكر، عليها 3/4 كوباية من المية، رفعتهم على النار حوالي 5 دقايق بعد الغليان، وانا كنت ضايفة عصرة من الليمون. لو انت هتعملي كمية من شربات الحلويات ضيفيلها ربع معلقة من ملح الليمون، مش هيسكر معاكي خالص. يلا بقى نسمي الله كده ونطلع قطعة من شهد الملكة اللي احنا عملناها. شايفين الجمال يا بنات؟ حلوة جدا، شكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي قوي كمان. اتمنى تجربوها وان شاء الله هتظبط معاكم من اول مرة. لو انت البسبوسة بتفشل معاكي جربي شهد الملكة، هتعتمديها على طول. بس هي طعمها مختلف عن البسبوسة، يعني البسبوسة بتبقى خشنة كده ومرملة وعسلها كتير، لا دي سكرها اقل، ناعمة جدا، طعمها حلو جدا. اللبن مع الجوز الهند مع السوداني عاطين طعم خطير. شايفين بقى؟ ناعمة وطعمها خطير، وشها كده مع التحميرة بتاعته دي بتدي طعم جميل جدا. حقيقي الوصفة تاخد 100% او 10/10، يعني تاخد الدرجة النهائية. حلوة جدا، يعني سهلة وسريعة وكمان طعمها جميل. يعني البسبوسة انت لو عملتيها طعمها بيبان تاني يوم، لكن ديت لو عملتيها في نفس اليوم طعمها خطير. وانا هنا كنت باكلها وهي دافية، حقيقي كان طعمها فظيع. يعني انا ما كنتش قادرة اخلص، يعني ما كنتش قادرة اوقف، كنت باكل ورا بعض زي ما انتوا شايفين كده. الف صحة وهنا للي هيجربها، الطريقة سهلة وبسيطة، اعتمدوها هتعجبكم جدا جدا. ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد، وكمان الجديد على قناتي يشترك فيها ويفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد بكل وصفة انا بعملها. عايزة افكرك انا استخدمت زبدة بلدي عشان تديني طعم حلو، استخدمت السميد الناعم مش الخشن، استخدمي كمان لبن يكون كامل الدسم يكون طعمه حلو، بلاش اللبن المعلب مش هيديكي نتيجة احسن حاجة. جربيها بقى وادعيلي. حطي اي مكسرات عندك، انا استخدمت سوداني، ممكن تضيفي اي مكسرات موجودة عندك من مكسرات رمضان، اعمليها في العزايم، الكل هيسألك على طريقتها من جمالها. انتظروني بقى في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله في مطبخ توتي، سهل ولذيذ وحلو زي ما انتوا دايما متعودين. باي باي.